الكيان المحتل وزع أكتر من 40,000 قطعة سلاح على مواطنين مدنيين عنده. عارفين ليه؟ علشان تحسبا لأي ثورة أو أي يعني حركة انتفاضة تحصل داخل العمق الإسرائيلي عندهم من عرب 48. إن عرب 48 عايشين هناك في إسرائيل، سواء في تل أبيب أو في حيفا أو كده. فهم خايفين منهم، علشان كده وزعوا على المواطنين المدنيين بتوعهم أسلحة وبنادق آلية. تخيلوا، ده قرار في منتهى وقمة الغباء. يعني تخيلوا الرعب والذعر بتاعهم وصلهم لإيه. يعني تخيلوا ان هم ياخدوا قرار زي ده في الوقت ده. ده انتوا عارفين عواقبه ممكن تكون ايه؟ ده كده هيؤدي لحرب أهلية تحصل. يعني لو حصل فعلا كده هتبقى حرب أهلية عندهم هم. يعني هم كأنهم بيولعوا الحرب الأهلية عندهم. سبحان الله، ربنا فعلا مسلط عليهم غبائهم وغباء القادة بتوعهم. هم دول اللي هيجيبوا نهايتهم إن شاء الله. فلما يكون عدوك غبي، سيبه يغلط على قد ما يغلط، عشان غلطه ده هو اللي هيجيب أجله. انا ليه اروح واستنزف نفسي واستنزف طاقتي وقوتي مع حد هو اصلا بيدمر نفسه بنفسه؟ فاهمين؟ اللي بيقولوا على مصر دلوقتي ليه مش عايزه تحارب، وليه ما نحشتش، مين قال لكم ان مصر مش مستعده او انها كده؟ هي مصر فاهمه كويس على فكره. يعني احنا الاداره عندنا اداره يعني فاهمين كويس، ناس بتفهم يعني. احنا عارفين هندخل امتى. فزي السادات الله يرحمه كده، يعني برضه فضل يوهم الكل ان هو مفيش حاجه وكذا لحد ما هو دخل في الوقت المناسب. فمين قال لكم ان احنا برضه مش بنرتب الوقت المناسب؟ بلاش نستعجل حاجه قبل اوانها، وخصوصا لما يكون العدو بتاعنا غبي. يعني انا اول مره اشوف يعني اسرائيل اللي بيقودها يكونوا في منتهى الغباء بالشكل ده. هم خايفين ومذعورين، وذعورهم وخوفهم ده بيخليهم ياخدوا قرارات في منتهى الغباء. فنسيبهم يغلطوا بإذن الله، يغلطوا يعني أكبر قدر من الغلط، عشان بإذن الله ده هيسهل بعد كده اللي جاي.